السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جبتلكوا وصف تاني لتساقط الشعر وتطويل الشعر في مدة شهر لو استمرينا على الخلطة اللي انا هنعملها دلوقتي كل يوم. ان شاء الله هتلاقي نتيجة مبهرة وتساقط الشعر بتاعك هيقف. اول حاجة هنجيب كوبايتين مية او كوباية ونص مية ونحطهم على النار، ونجيب حوالي 5-6 معالق من الروزماري او اكليل الجبل. كلنا عارفين فوائد الروزماري طبعا وزيت الروزماري للشعر وقد ايه هو مفيد وحلو قوي لانبات الشعر وتطويل الشعر. ومعانا 4 أو 5 ورقات من ورق اللوري، ومعانا حوالي معلقة من القرنفل اللي هو المسمار. بنضيف كل المكونات على بعضها وبنحطهم في المية. ومعانا مكون تاني ما عملناهوش في اول خلطة، ان هو هنحط معلقة حبة البركة بديل الحلبة. احنا في الخلطة الاولانية حطينا حلبة معلقة، فهنستغنى عن الحلبة للناس اللي مش بتحب ريحة الحلبة، فهنحط بداله معلقة من حبة البركة او الحبة السوداء. دي طبعا كلنا عارفين فوائدها والزيوت اللي فيها وحلوة قوي للشعر. وهنقلبهم ونغطيهم على النار، نسيبهم يغلوا حوالي 10 دقايق ونغطيهم. اهم حاجة ايوه عشان الخرم ده مش عاوزين الزيوت والبخار بتاع الاعشاب بتاعتنا تتبخر وتطلع بره. اهم حاجة نغطيها بحاجة ما يكونش فيها تنفس هوا خالص عشان الزيوت تنزل على بعضها كده. بعد ما سيبناها غلت حوالي 10 دقايق وسيبناها لما هدي والزيوت بتاعتها نزلت كلها في المية، هنيجي بقى نصفيها. وبخاخة تكون نضيفة عندنا ونفضيهم في البخاخة. اهم حاجة نصفيهم يا اما بمصفى يا اما نصفيهم بشاش، انتوا راحتك. انا ما كانش عندي شاش فاصفيهم بالمصفى. اصفيه كويس زي ما انتوا شايفين كده، وشايفين لون المية بقى لونها عامل ازاي. طبعا كل الزيوت نزلت فيها. والقرنفل طبعا انتوا عارفين مفيد جدا لتساقط الشعر وحلو قوي. احنا ممكن نغلي اساسا القرنفل لوحده مع الروزماري ونعمله بخاخ برضو، وهنا بنفضيه في البخاخة بتاعتنا وبنستعمله كل يوم. نرش منه في الشعر ممكن الصبح بالليل او ممكن الصبح وبالليل عادي. وان شاء الله مع الاستمرار هتلاقي التساقط خف خالص وشعرك ما بقاش ينزل زي الاول، ومش هينزل اساسا بعد كده خالص. استمر عليها وان شاء الله هتلاقي نتائج مبهرة. لو اول مرة تشوفوا الفيديو ياريت تتابعونا وتقولوا لي رأيكم.